السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم حكاية الطريق مع نور الدين. مرحبا بكم وألف ألف مرحبا في هذا الفيديو الجديد. المغرب في عام 2025 يتطلع إلى تحقيق مزيد من التطور والازدهار على كافة الأصعدة، سواء كانت الاقتصادية، اجتماعية أو ثقافية. إليك لمحة عن أبرز الجوانب. الاقتصاد والتنمية. المغرب يعتبر من رواد في مجال الطاقة المتجددة، وخاصة في مشروع نور ورزازات للطاقة الشمسية. بحلول 2025 يسعى إلى توسيع مشاريعه لتغطية احتياجات الطاقة النظيفة محليا ودوليا. البنية التحتية: استكمال مشاريع كبرى مثل الموانئ الجديدة، الطرق السريعة، وخطوط السكك الحديدية مثل مشروع TGV الذي يربط المدن الكبرى. وكذلك يسعى إلى تعزيز السياحة المستدامة من خلال الحفاظ على التراث الثقافي والطبيعي وتطوير وجهات جديدة مثل السياحة البيئية في الأطلس والصحراء. التعليم والابتكار: يركز المغرب على إدماج التكنولوجيا في التعليم وتعزيز المهارات الرقمية للشباب. يدعم الابتكار في مجالات الزراعة، التكنولوجيا والصناعة لتعزيز التنافسية العالمية. هناك برامج لدعم ريادة الأعمال للشباب وتحقيق تكافؤ الفرص. مبادرات للحفاظ على المدن العتيقة مثل مراكش وفاس والترويج للثقافة المغربية. المغرب يعزز مكانته كشريك دولي في إفريقيا والعالم، خصوصا في مجالات التعاون الاقتصادي ومكافحة تغير المناخ. استمرار الجهود الدبلوماسية لتحقيق التنمية والسلام في المنطقة. يسعى المغرب لتوسيع المناطق الصناعية والاقتصادية مثل طنجة تيك لتعزيز الاستثمارات الأجنبية ودعم الصناعات الناشئة كالذكاء الاصطناعي، التكنولوجيا الحيوية والطباعة ثلاثية الأبعاد. أما الفلاحة الذكية: تطبيق تقنيات الزراعة الذكية لتوفير المياه وزيادة الإنتاجية. تركيز على زراعة مستدامة خاصة في المناطق القاحلة لمواجهة التغيرات المناخية. استهداف سياحة الرفاهية والثقافة من خلال تطوير وجهات مثل الصحراء المغربية وشلالات أوزود. تعزيز الاستثمارات في الفنادق البيئية والمنتجعات الصحية. المغرب يطمح لتجاوز نسبة 50% من استخدام الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة بحلول 2025. ومشاريع الطاقة الرياحية في الصحراء الكبرى. توسيع محطة نور الطاقة الشمسية لتصبح الأكبر عالميا. تطوير مشاريع لتحلية المياه لتلبية الطلب المتزايد. بناء سدود جديدة لمواجهة التحديات المائية. تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل والسياسة بفضل مبادرة جديدة للتمكين الاقتصادي والاجتماعي. يوجد برامج لتطوير مهارات الشباب في البرمجة، الذكاء الصناعي وريادة الأعمال. شراكات مع جامعات دولية لتعزيز البحث العلمي. تحسين البنية التحتية الصحية في المناطق القروية. إطلاق منصات رقمية للرعاية الصحية لتوفير الخدمات عن بعد. أما عن البنية التحتية: توسعة شبكة القطارات فائقة السرعة TGV لربط المدن الجديدة. تطوير المطارات لاستيعاب زيادة عدد السياح. التحول الرقمي في مدن مثل الرباط والدار البيضاء لتصبح مدن ذكية. تحسين النقل العام باستخدام أنظمة ذكية تقلل من التلوث. باختصار، المغرب 2025 يجسد طموحا يجمع بين الحفاظ على الهوية الثقافية وتحقيق التنمية الشاملة. إنه نموذج لدولة تسير بخطى ثابتة نحو الريادة الإقليمية والعالمية. كان معكم حكاية الطريق مع نور الدين. أتمنى أن يعجبكم الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.